اول عباس واول مكرم واول امبارح. مساء الفل يا عم غاوري. مساء الفل يا بلكونة. أول امبارح أنت سايق ميكروباص ولا سايق آلة زمن يا ده بلكونة هاد؟ ها. وبعدين مالك يا ده لمونة قاعد كده مش عاجبني؟ متضايق يا عم غاوري، متضايق والله وشكلي كده داخل على مرحلة اكتئاب رباعي. عايز اتجوز بقى يا عمنا، والبت بتقول لي ان ابوها مش هيوافق عليا. ده راجل كروي كبير، خلي بالك، يعني زميل مهني وأنا أعرفه وهتوسط لك عنده كمان. قوم البس الحتة الزفرة ويلا نروح له. منورنا يا مغاوري بيه. مش تعرفنا على الراجل اللي معاك اللي انا معرفوش اصلا؟ ده الواد لمونة يا عم عاطف. طب ده اسم ده ولا صفة ولا من فصيلة الحمضيات ولا المشروبات ولا ايه بالظبط؟ حلوة منك يا عم عاطف دي. الله الله الله، إيه يا جدعان؟ انتوا هتسفوا عليا ولا ايه؟ وبعدين يا عم بغاوري انت بتضحك ليه؟ انت جاي معايا ولا معايا يا عم؟ وعلى كده بقى انت مش موجود بعد العصر؟ ها؟ هيبقى مشروب. وعلى كده بقى انت مستوظف ولا عامل مشروب؟ انا كده بقى لازم امشي عشان وجودي اصبح مادة للسخرية. انتوا بتتخذوني مادة للسخرية بصراحة. خليك قاعد يا لمون، ده انت اللي ظابط القعدة، من غيرك مش هيبقى ليها طعم. اه والله تصدق، الطعم عصرة على عصرة. لا 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 يا عمنا، لا ده كده كتير، كده كتير وربنا. انا جاي عشان اتجوز بقى، مش جاي عشان اتهزق. انتوا ايه بتعصروني انتوا كده بالشكل ده بكلامكم؟ اقعد يا لمونة اقعد. بص يا عم عاطف، احنا جايين نخطب بنتك للمونة وانا ضامنه برقبتي يا باشا. قلت ايه؟ انا بنتي غالية جدا عندي، لازم اجوزها لشخص يكون بيقدس الحياة الزوجية. ايه يا عم، ايه يقدس الحياة الزوجية دي يعني ايه؟ انت مش مؤمن يا عم؟ انت سيخي ولا بوذي؟ عندك بوز؟ ايه يقدس الحياة الزوجية دي يعني؟ عايز نطوف حوالين الانتريه يعني ولا اعبد النيش ولا ايه؟ حلو يا لمونة. بص يا عم عاطف، هو بيقدس الحياة الزوجية ومستعد لدخول قفص الزوجية. قلت يا كبير. طيب انا لازم اتاكد واخد راي البنت بنفسي. على حق يا عمي، ماشي تمام، خد وقتك ويومين كده ونتقابل ان شاء الله.